راسك على راسك على راسك. اهلا وسهلا. خليكم محرومين. اهلا وسهلا على محرومين. اهلا وسهلا. شو الصحة؟ وسهلا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حياك الله. وعليكم السلام. حياك الله. شلون صحتك؟ شلونك زين؟ اهلا وسهلا. حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله. وعليكم السلام. حياك الله. اهلا وسهلا. حياك الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جزاكم الله بخير. الله بخير سيد. الله بخير شيخ. جزاك الله. قال الله في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. خواننا رفاقتنا خوال كامل بطويل، الأمر قضاء وقدر، وناقلين ياويدهم وسادتهم جايين عليكم لإرضاتكم، وشنو تامرون بي وشنو يرضيكم وشنو يحسن خاطركم، هم بخدمتكم ناقلين الياويد والسادة عليكم. وهذا اليوم مضيف الستر إن شاء الله، وأترك حديث بعد لأبو حمزة. الله يحفظك. لا سادة هواي ما شاء الله. نعم كلهم مركوز ابو. لا احنا بعد جايين قراءة فاتحة الله يسلمك. وناخذ من خاطركم. واللي جايين البطويل عشيرة محترمة من عشائر الرفاعي، خوالي يصيرون طبعا. الله يحفظك. وانتم اخواني. والنعم منك. الله يخليك. بعد انا شو اسوي؟ على اساس اجي يمكم. بعد خوالي قالوا يمنا، قلت لهم هسه انا انتظركم على الفرع. الله يخليك. وانتظرتم وهجبتم وجايين يقرون فاتحة. الله يسلمك. وبخدمتكم هم. بخدمتك. الله يحفظك. الله يحفظك ابو شبير. اهلا وسهلا بكم ونية بالسادة وبالمشايخ وبأهل الرفاعي وبالمحاولين عندنا، واهلا وسهلا بكم. شيخنا انت تعرفوا هذا قضاء وقدر، مو؟ الله سبحانه وتعالى هو يقول تعدد في الاسباب والموت واحد. اكو بعض الروايات عندنا اهلنا يروونها قبل، يقول لك واحد بحمل دار سابقا ينقل الناس للحج، يقول فابنه هذا على مدار 20 سنة ينقل الناس، عنده طفل صغير قال له ابوي اريد اروح وياك اشوف بيت الله. اي فهذا دائما يقول له باشر عقبه، يقول على الولد يعني عمره هيك سنين، يعني 6 5 بهالحدود. يقول فملح على ابوه واحده من السنين يعني بهاي ال5 6 قال له ابويا كون اروح وياك.
قال له امشي وياي. يقول فهذا على مسيرة الطريق كله، ابويا راح اشوف بيت الله، قال له شوف بيت الله. ابويا راح اروح انا ادخل بيت الله، قال له تدخل بيت الله. يعني من يفتح الباب اشوف الله. فالوالد مسايسه كودا عمره يعني صغير وطفل، يقول له شوف الله. يقول الان وصلوا لبس الاحرام وتوكلوا على الله هو وابنه وجبلوا على الله سبحانه وتعالى، على بيت الله سبحانه وتعالى. يقول فبهالاثناء بدا يصلى على محمد وال محمد. يقول توفى الطفل. من توفى الطفل يقول فهذا ظل صافن الطفل راسه يبس وتوفى. يقول ظل صافن بين يبكي على ابنه وابنه وعزيز عده، ابني شلون وابني هذا جاي بشوق لله سبحانه وتعالى والبيت الله هيك توفى. يقول فدار وجهه قال له لا هيك انا هسه خدمتي وانقلب هاي الناس. الله دير بالكم عم على راحتك. وانقلب هاي الناس وجايب لك وليدي وتعابين بوليدي تاخذه من يمي. بدك شاي بدك. اي فانا راجع من هالسنه لا انا بحمله ولا انا بدار بعد وياك. يقول رجع غسل ابنه ودفنه. يقول بهالاثناء يقول نام مهموم. يقول جاء بعالم الرؤيه بالمنام احد اولياء الله الصالحين بالمنام، جاء قال له انت ليش نكرت الجميل وانت الله سبحانه وتعالى مطيك هاي العظمه ومطيك الجاه والوجيه وتنقل هاي الزوار وفاتح لك طريق رايح وجاي علي. قال له اول مره انت اجيت بحمله دار، بس ابنك اجى بشوق لله سبحانه وتعالى فالله اصطحبه اليه. هسه ابنك ما تعرف فيه بيا مكان عند الله سبحانه وتعالى. احنا اليوم فقيدنا نسال الله الرحمه والغفران اليه، راح الدار حقه. شاهد كلامنا اليوم الانسان كلها يقول كلها تموت، تعدت الاسباب والموت واحد. احنا راح ابننا رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا قدره، شاء قدره ان يموت على ايد من؟ على ايد ابن اخوتنا الله يحفظهم. هنا أنا يا شيخ يا ابو حمزه احنا اليوم بالرفاعي، انا لو عندنا بالعماره احكي لك اياها واقع، وهاي كاميرا وتصور ويطلع وينشر. بالعماره احنا يموت عندنا داعم مدعوم واقفه السياره يجي يطقها ويندعم بها ياخذون عليه فصل دية ميت، وهاي واضحه في ميسان، وديتنا هناك ميسان حاليا 57 مليون دينار. انا كنفسي احكي عليها واكو هواي افضل مني، وانا اقول افضل من يمها، افضل مني في مدينتي ولهم البخت ان شاء الله ولهم طولة العمر في محافظة ميسان، وناس تخاف على حظها وبختها تمشي بمخطط الدولة او عفوا على سنينة المرجعية وايضا الى مخطط الدولة. انا اللي احكي وياك صارت عندي تحويلة بال21 او بال20 يمكن اتذكر، عمامي يذكروني انا اذا ما اتذكرها. بال20 صارت تحويله، حولت عندي عبوده، حول عندي عدنان بن حميد الشمير، ماجد العفو، ماجد ابن حميد الشمير، شيخ ماجد الى كل الجلاله والتقدير. حولت عندي عبوده، فزلمتي ماشي بالرون بشيخ سعد، اكو قطعه بشيخ سعد يعبرونها مشي، سيارات تعبر منها، هي تمشي، انا اجيب سيارتي امشي بيها على كيفي واعبر، اتاخر لي بيها ربع ساعه نص ساعه، المهم ادقدق بيها على كيفي واطلع. فزلمتي توكل بالله بهذا الطريق مات وماتوا وياه 4 بالسياره كلهم عبريه، سيارة مردت. حولت الوادم، انا سالت عن المرجعيه قالوا ابويا ما لكم شيء، بس بعرفنا ايش الها هاي، الها قانونياتها مثل اجازه، ملحقاتها، الاي تعدل وما عدل مقابلك، كهربائياتها كامله، هاي ذمه وضمير. فانا قلت لعمامي، قلت لهم يا عمامي تعالوا هاي القضيه. قالوا شلون سياره وبنا ميت وشالوا عطاوه من العالم كلها. قلت لهم والله انا هذا العدي انا رجال خادم اهل البيت وما افضل نفسي عن خدمه الناس لاهل البيت، سبحانه الله يحفظهم ويستر عليهم، وانا رجال حاط الله سبحانه وتعالى قدامي، وهذا بخت وحالف علي لاهلي والناسي والشيابنه انه انا ما اخطي هذه الخطوه الا عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن يرضي الناس. فعمي احنا هواي عمامنا بن عقبه، انا غايب مسافر اعتبرون، واي واحد من عمامنا يقعد وياخذ بخته. خذوا لهم اسبوع ردوا علي قالوا لا شيخ انت اقعد، احنا خابرنا عن المرجعيه، والمرجعيه ايش قالت؟ بس عمي يبقى حظه وبخت هذا، انت تقدر عليه سوي. طبعا 4 عشاير شايلين عطاوه من يمها عبوده،
اول تحويله صارت عندي. جابوا مشايخ العماره كلها وجابوا من مشايخ الكوت الله يحفظهم، حولوا وصار الحديث. قالوا ابو شبير انت تمشي على المرجعيه، وانت طلعت على نداء المرجعيه وصوبت مرتين بالحشيد، وهذا كله لبيته للمرجعيه. اليوم المرجعيه تقول اكو تخطيط، والتخطيط اليوم فارضت المرجعيه الله سبحانه وتعالى. القوانين من المرجعيه غير من الله سبحانه وتعالى، من القران الكريم وسنه، هاي سنه اهل البيت سلام الله عليهم. فانت شو تقول؟ قلت لهم والله انا سالت عند المرجعيه، قالوا ما الك شيء، ما دام زلمتك ماشي بالرون ما الك شيء. بس قلت لهم اكو شغله ثانيه بقت عمي، اكو حظ وبخت. اليوم لا انا موجود وياهم ولا انتم موجودين، مثل هسه احنا كل احنا اللي قاعدين، لا انا موجود بالحادث ولا اخوتنا الله يحفظهم موجودين بالحادث، ولا شيخ ابو حمزه ولا الساده قاعدين بالحادث بساحه الحادث. مو هسه احنا قال الراوي رون زلمتنا، هسه احنا نخليها يمن بخت من؟ بخت القال، مو لو لا؟ اي السامع وليس الناظر. اليوم اذا تريد تناظرها يقول اتيني بشاهد عيان. منو اللي شهد على الحادث اليوم؟ هو رون يا شيخ ابو حمزه. منو اللي شهد وقال يابا ابنكم بالرون؟ جائز مو بالرون. هسه هاي نحطها احنا باحتمال الرون ونخليها بخت من سمع وقال انا بالرون. بقى شغله ثانيه يا شيخ ابو حمزه انا استفسرت عليها. اول مره الولد سايق دراجه ما عنده اجازه سوق. اثنين اللي الاضاءات الكهربائيه مالته كلها مو متكامله. واليوم تعرف اذا تريد تحط لها هوايه اسباب. احنا شو نقول؟ اليوم هاي سنينه هنا بالرفاعي، وانا ما اريد اخرج من سنينه الرفاعي واهلها. الله شاهد ورسوله، اليوم انا احسب روحي فرد من افراد عشائر الرفاعي، من مشايخها، لا اعبر عن بختها. شيلها هاي بخت اهل الرفاعي، شيلها. اليوم احنا فقدنا لنا زلمه وعده اطفال واصبحت يتامى. عائلتي انا اي اصبحت يتامى اليوم اطفاله، واحنا اليوم قاعدين. اليوم هذا حظ وبخت يا شيخ، وهاي ديه، وباكر الناس كلها محاسبه من عناقها على هاي الديه. هاي شيلها لكم بالرفاعي. اي قال انا مكمل ان شاء الله. افلح من صلى على محمد وآل محمد. يسمعون اخواني وخوالي بن عقبه وهم البطويل بن سعيد. احنا سابقا كان عندنا الميت العدل يفصل الميت، ماكو مخطط. بال 2009 ودت عين المرجعيه مكتب السيد سيستاني، قالوا بعد انت نظامكم على المخطط، وهسه ترى كل العراق يعمل على المخطط حتى العماره. كلها على المخطط. داور بالعماره وداحت ابو حق الحسين. انا قبل 4 ايام انا دخل حادثه. بس فاصل انا بخدمتك. العماره ياهم بس شويه مداخله. العماره ياهم ابو محمد. انا قبل 4 ايام عند ابو محمد اكو حادث صار بين الصرايفين وبين بني مالك. بني مالك بالعماره. قعدنا عند ابو محمد، قالوا على المخطط احنا مال المرجعيه ونعارض امام المرجعيه ما تصير. بس اكو ناس عرفت لو لا تاخذ بكيفها. هسه احنا هاي الناس تاخذ بكيفها ما لنا علاقه بيها. ما لنا علاقه. بس احنا كديره عرفت لو لا قعدنا عند ابو محمد، بعدين صارت انه تراضي الموضوع. احنا سابقا كنا العدل يفصل الميت، ماكو مخطط. ماكو مخطط ماكو. بس احنا هسه على المخطط. احنا العام صار عندي حادث انا الحاشيك ويا رب. العام زلمتي مات، المخطط علي كان 100%. زلمتي مات. ايش فصلت؟ فصلت المكسرين 2 اعضابات بلاتينات وفصلت السياره. هذا المات اللي قاعد بالزراعي بالتجاوز باع بيته طبعا، ميت هو. عائلته ظلت مدهوره اليومك هذا، اطفاله حالتهم يرثى لها. فاحنا شو نسوي بعد؟ احنا تابعين المرجعيه، والمرجعيه يقول لك على المخطط. هسه احنا بالنسبه انا سويت الشيء هذا انه الشخص هذا عنده عائلتين وعنده ايتام ظلوا. فانا قلت لخوالنا طبعا بالمناسبه هم قالوا ما يصير، احنا قلت لهم هذا عنده عائلتين ورايح للدوام وموظفي الكهرباء رواتبهم
يعني كلش قليله يعني تفاليس. وهو خطيه ظاهر مسرع على مود البصمه او فد شيء ما اعرف يعني، وهذا اجى مسرع وصارت قصه بقصه حسب ما ينقلوا لي. انا لا شفت بعيني. النقل هسه اليوم من نحكي احنا انا خادمك وخادم المجتمع كله ان شاء الله، وكل كل اخوتنا ان شاء الله بهم البركه. اليوم هو يقول اليوم واحد من يحطها ويقول عليها مثلا يريد يصرف لازم بشهود عيان اثنين حتى ندقق بالموضوع، لازم اقل شيء يجينا اثنين يقول عمي محطي فقط يبكيني بيمين انا شفته بعيني زي ما تكبرون. احنا لحد هسه على قال يا هو قال الراوي ماكو يوم استدلت على اليمن على شاهد. هاي احد واحد شنو يخلي من باله شنو مخافه الله بيها. انا شنو اليوم قاعد والله يباوع علي راح نروح من انا ارضيكم وجامل وانتم ترضون وتجاملون والقاضين بهذا المبلغ. فاحنا شو نقول؟ نقول يا شيخ العزيز يا سادتنا الكرام يا اهل الرفاعي يا اخوتنا المحاولين عندنا، اليوم واحد يخلي الله سبحانه وتعالى بعيونه، مو يقول والله انا سمعت رون وجيت وصلت على رون. هم الله سبحانه وتعالى باكر يحاسب يقول له تعال انت من رحت وايقنت انه انت جاي محول على رون، انت شفت؟ لا سمعت سمعت من شخص شاف، ها مثلا قل له اي شاف اكدت علي ايمن. هسه انت شوف يقول اعظم الاشياء عند الله انه شنو بالعقاب يقول من اعظم الشدائد يعني هي الزنا. شي راد عليه 4 شهود، 4 يجون شهدوا انه شنو هو. الامام الصادق سلام الله عليه سالوه قالوا له من هو يعني عقابه عند الله يعني شديد، الزاني ام القاتل؟ قال لهم طبعا الزاني. فقالوا له شلون الزاني؟ هذا زنوه دقيقه 5 دقائق ويقوم، اما هذا قتل روح وراح. قال لهم احنا نعتمد على اليمن على قول الله سبحانه وتعالى بالقران الكريم. شو يقول؟ يقول الزاني بشهود 4 وعليه قسم، اما القاتل عليه 2. اذا من هو اعظم عند الله سبحانه وتعالى عقابها؟ انه الزنا. اليوم احنا شو نقول يا شيخنا؟ نريد نطبق هاي مال انه انا شفت العفو على المخطط واعطي حق الله سبحانه وتعالى. انت وانا وكل الحاضرين واخوتنا والساده وحتى عمامي القاعده بن عقبه يسمحوني انه واحد من يريد يقعد على هيك قضيه يكون يخلى الله سبحانه وتعالى قدامه حتى هاي دية ميت باشر ما يتحاسب عليها، لان انا وانت باشر نتعلق ويوقف علي ابننا يقول عمي تعال هذا ربي تعال خذ لي عقابي من هاي الوادي من قعدت. انت شفت يا ابو حمزه؟ تقول له لا والله انا ما شفت سمعت. انت ابو الولد شفت؟ تقول له لا والله سمعت من ابني. هل ابنك صادق بقوله؟ هل الخصم قاعدين اخوتنا العشيره الجايه وهي هاي هنا المحط؟ فاحنا شو نقول يا شيخ؟ نقول اليوم اكو شنو نخليها بخانه التراضي. اي المعقول يعني شخص مات وراح رحمه الله وحادث والمخطط ما طالعه دوله، ما طلعت الدوله شلون سوت المخطط؟ ما معقول شيخ ودا طلعت الدوله. لا شيء ما معقول يعني. هي شاهده بحادث لا ما يخالف على القال ما يخالف. وهي احنا هم على احنا مو قاعد نمشي ابو شوير، احنا قاعد نمشي. هاي انت مو قلت لي بخت؟ اي عرفت لو لا؟ البخت انه احنا على المخطط، اذا على المخطط ما له كل شيء. يعني ولو فرضنا بس خلي حاجك، لو فرضنا هسه الطويله وميت هم 2 عد الراجل، لو 2 هم ميتين ابنك مو ميت تفصلهم 2. عرفت شلون؟ هذا القانون اللي عندنا هيك على المخطط. بس احنا بما فيهم بما انه قلت لهم يابا يا خوالي يا قلب طويل هذا الشخص راح رحمه الله وعنده اطفال وعنده ايتام وعنده نساء 2. عرفت لو لا؟ احنا لازم تصير قراءة فاتحة ومواساة لهاي العائلة. عرفت لو لا؟ وانتم اولاد مدينة اولاد الرفاعي والطرفين اولاد الرفاعي، مواساة لهم. شو نسميها؟ يبرة، نسميها قراءة فاتحة، عصابة، المرتل، أمة. قالوا احنا بعد انت بخت الرفاعي وانت مهل الرفاعي يقولوا لنا هالحكي. بس بالنسبة يسمعوني على المخطط الديوان كله يسمعني، كان البطويل كان السادة كان المنقولين انه عندنا على المخطط. باكر العقبي يدعم له واحد على المخطط يموت ما له شيء. هسه العقبي يريد فضل من عنده يقرا فاتحه يروح زين عادي، ما يجي يروح يقرا فاتحه ما عليه زعل حتى لو ما يروح. العقبي هسه انا هسه سمعوني
ما يروح شلون خله حاكي هذا حق الله بس خله حاكي اليوم ادعم لي واحد وما اروح له خله شو حتى لو وهي لا يروح له يرجع يقرا هذا فاتحه يمين. بس ما يجيب نظام مشي وعطوه. إيه. عطوه ماكو نظام مشي، نظام عطوه ماكو. وعندنا قاعد حوادث تصير، عرفت لو لا؟ بس هذا الشخص مات. يعني انا عندي مال قلت لك والله عرفت لو لا؟ يعني حولوا. انا من يمي هم متألمين، بالنسبه للبطويل هم متألمين. ليش؟ لانه شخص مات وابنهم الحمد لله والشكر طلعوا ما بي شيء، عرفت لو لا؟ بس لو ابنهم ميت، لو ابنهم ميت ولا طولة العمر، انت ابنك مو ميت راح تمشي عليه وتفصله، عرفت لو لا؟ وراح يسولف لي على الدية الشرعية، قل له لا اوقف، ماكو دية شرعية، عندنا دية تراضي 15 مليون بعدنا ما رافعينها، هسه عود نريد نقعد عليها نرفعها نسويها 20 لانه الشرعية نوبات توصل 100 مليون و120 مليون، ونوبات يقول لك انا على الشرع وفاها يصير 3 سنين او 4 سنين، ودخل هذا الشخص شنو؟ هسه احنا ما مفتهمين الوضعيه مال الدية الشرعيه، ان اكثر الناس ما مفتهمتها. يقول لك الدخل مال هذا الشخص الجاني شنو دخله؟ راتبه مال عاطلين مثلا، راتبه ايش كثر؟ وراح يكون الوفاء على 3 سنوات. على 3 سنوات. ناسنا ما ترضى هذا الشيء، فقلنا احنا نقربها. هسه العماره يمكن صايره 50 ماشي. 57 اليوم وصلنا 58 احنا ذاك اليوم الشيء بالشيء يذكر. عندي واحد من امامنا عابر على منطقه، واكو زلمه عابر من اخوتنا، هسه احنا ما نذكره، هسه حفاظا على الاسماء العشائر، هي اخو ما الفرد ما يشمل العشيره، يوم العشائر كل شيء بيها، اكو واحد يطلع من البخت. فهذا عابر، هذا ازدحام، صاعد الدشه مال الرصيف دايخ، وين طايح؟ هذا يغسل كيلات، داخ طاح على السياره، من طاح انطق بالسياره انطق بالرصيف، انشق راسه وصار عندنا رضه وين برجله. المهم شالوا ولدنا وقالوا يابا طخيناه طخ، هسه ما داعمينه، قلت لهم ابويا شيله وعطوه. الزلمه يغسل بالاسبوع مرتين كيلات، وصونداته هنا طالعات 2 و2 من هنا بصفحته. المهم ابويا خلينا نحول، قالوا لا صبوا رجله. ابويا عمي خلينا نحول، هذا الزلمه يغسل كيلات وخاف يموت، الزلمه يصيح عمي يطمئنوا، خويا هو مات. شو راسه النفا والعطوه، احنا هناك هم احكي لك اياها، الوادم التعارك على ابن شيء، على اتفه الاسباب التعارك. هو حق داحي الباب خيبه. المهم هسه احنا بعد تعاين عليها، قلنا لهم ابويا شنو المطلوب؟ قالوا جددوا عطوه مال ميت. ابويا عمي زلمته مات تحت الغسل بالكلى، يغسل ومات ورا شهر و10 ايام. واحنا كسر قالوا هذا اللي عندنا، يابا عنا قلنا لهم هسه ميت عيتهم جددوا لهم عطوه. صارت التحويله، نزلنا مشايخ العماره العامه كلها حولوا عليهم، يابا اعطينا التقرير، قال ماكو. سبب الموت قال هذا مات بعد دعمته مات. ابويا هذا كسر وداعتك و57 بيوم بالحسين. فهناك عندنا يعني الناس حافظه على بقتها، هذا اللي يفرد روحه من العمامه او يفرد روحه من عشيرته ويستبد برايه، هذا ياخذ ببخته، هذا هو وبخته والله يعافيه. احنا شيخ قلت لك من حولوا عده عبوده، وهذا ماجد وتخاضره حولوا عندنا، قالوا ابويا قلت عمي على المرجعيه. شو تقول المرجعيه؟ قال سيد طالب الدنيناوي، قال المرجعيه تقول ما لكم شيء. قلت له عمي هذا عده ايتام، انتم شو تعاينون له؟ قالوا عمي هاي 10 ملايين، الله شاهد ورقيب علي. 10 احنا عندنا شده رايه وهاي صفن 6 ملايين دينار. شاهد كلامنا. احنا اليوم شيخ حتى نطلع من بختها، احنا شو نريد؟ نريد من اخوتنا يعاينون. اليوم احنا عندنا ايتام وعده 2 نسوان وعده عائله، وبعد الله سبحانه وتعالى هم ان شاء الله ينظرون بهاي النظره. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. يقول الله في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وخلقنا لكل شيء وله سبب. احنا بالبداية متألمين على ابن ولايتنا، على أخونا، الله شهيد، يعني نبدي تأليمنا ونبدي كل معنوياتنا لهذا الشخص، لأنه شخص من ولايتنا، واحنا اليوم واحد بالولايه، هاي اخوي واخوان، ومتألمين على هذا الشيء اللي صار، لكن لا اعتراض الى حكم الله.
هذا حكم رب العالمين. لا هنا له راجع. ظل خالي يا ابو شبير انا اكون بخدمتك. والله انا الله يحفظك. انت قبل شويه تحدثت بانه المخطط وشاهد عيان وكذا، احنا المرجعيه احنا نمشي على بخت المرجعيه طبعا. مو القانون بالنسبه للقانون ماشي على المرجعيه، ماشي على المرجعيه. بعد احنا بالنسبه لنا لما صار الحادث لا كان مثلا ابو حمزه كان مشاهده ولا كان ابو وليد مشاهده ولا فلان مشاهده، وين احنا نمشي؟ نمشي على ذمه المخطط والتحقيق والقانون والحوزه. مال المرور. فاللي صار خالي متاسفين عليه، وكنا احنا متاسفين عليه، وبما فيهم البطويل بن سعيد الله يحفظك. الله شاهد يعني متاسفين عليه، واولادهم هم مكسرين وهم كذا وهم هاي موجوده عندهم. الحمد لله. فاحنا مثل ما تفضل الشيخ ابو حمزه وقال لك خالي احنا الماشي عندنا هذا واحنا بالخدمه. الله يسلمك ويحفظك. أفلح من صلى على الإمام علي عليه السلام. عليه السلام. يقول رحم الله امرئ إذا دعا إلى خير فدعا وسمع سبيل الرشاد فدنا وأخذ بحوزة هاد فنجا. احنا بالنسبة لنا هسه مثل ما تفضلوا السادة والشيوخ الأفاضل والناس الجاويد، احنا بالنسبة لنا هسه قاعد نستند على ثلاثة، وحدة من عندن شرعي وقانوني وعرفي. هسه تطبقنا عندنا الشرعي والقانوني، بقى العرفي والجماعة ها اخويا جايين اليوم خدمتكم. الله يسلمك ويحفظك. الله يخليك سيدنا. الله يوديك الله يسلمك. شيء مثل ما متاسفين هم عليه، احنا متاسفين على اولادهم من هذا الحادث. هو لنا الطرفين. حتى احنا المجبورين. الله يسلمك. بقت انتم هسه شو تكرمون هاي العائله بما يرضى الله سبحانه وتعالى، وحتى تكونون احنا هم خالين ذمتنا وانتم خالين ذمتكم منها شيخ ابو حمزه. وهذا صحيح. الله يسلمك ويحفظك. وانا الله شاهد ورسوله بساعيتها قلت لهم روحوا الساعه الحادث شوفوا شهود عيان اكدوا على الموضوع. حتى سبحان الله بعد هم التهوا بمصابهم. شيخ بعد ان شاء الله انتم شنو جايين به؟ هو ابنهم ان شاء الله. بعد هم كرموا على محمد وآل شيخ البطويل. حياك الله شيخ. أنا أشكرك على حديثك، وأنا من رقصة السادة والياويل، وأنت من واجبك ومن واجبي أنا أن نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالحق بين الناس ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والآيات على الحادث، أي حدث يصير قد جعل الله لكل شيء قدرا. أنا صار حدث وياي، أنا اللي حاكيك، رايحين نمشي أنا وسيد شاكر السيد قاطع الزاملي الله يرحمه وإخواني وياي. فإحنا بيناتنا وين مثلا نتريق هنا بالعرب، صار راينا بالعرب شوف القدر ما قدر. احنا ذاك اليوم ملك الموت سبحان الله بالديوانيه، السائق يفتر ويركض لحيته عاليه وما ادري شلون. السيد من صعد بالسياره، عاده انا نصعد انا وياه بالصدر، فتح الباب قال لي اصعد ورا. مولاي قلت له شنو؟ قال اقول لك اصعد ورا لا احول. صعدت ورا، صعد اخو السائق بصفه واثنين هم اخواني وطلعنا على الشارع العام نباوع. كان سايد واحد، هذا اكو عمود بتقاطع الملعب قتل له 14 واحد. سايق اي سايق يمكن مات على السير ولك وقف ماكو بعد سياره ستاركس ومهافي يمشن سريعات. ضرب العمود البسدور اللي انا كنت وياهم ماتوا ثلاثه. الحمد لله. الثنين تكسروا وبالستاركس صح له مجال طلع. المهم اسعفونا ذولا الماتا وسبحان الله راح دار حقهم، وذولا مكاسر وانا طلعت ما بي شيء. تحمدت الله وشكرته. فالقضاء وقدر مو بكيف واحد. الحمد لله وشكر الله من الله سبحانه وتعالى. هذا المرحوم سبحان الله. الحمد لله وشكر. هاي بعد قسمته هاي واحنا بخدمتك. الله يسلمك. واللي تفضل به ابو حمزه الرجال هو هم احنا خواله وهم هو مثل ما تقول كبير العرب هنا. الله يسلمك. بعد احنا هم ما نطلع من بخت خير، هم ما نطلع من بخت هاي العالم.
واحنا بخدمتكم. الله هو يسلمك. احنا سهم عندنا مكاسر اثنين وهذه فدوه الله مو مثل يسلمك. الميت. الله يسلمك. ما دام ذولا سالمين. ما دام الميت خسران. الحمد لله. وقعتك ما دام سالمين الحمد لله والشكر، والميت خسران. والله صار حدث ويا عمامكم مياه، صار الحدث وقالوا الا تاخذون عطوه. قلنا لهم عم العطوه مشروط على المخطط. الشيخ ابو حارس الله يكتب سلامته والنعم منه، شيوخ المياح ونعم منه. اخذنا عطوه، الوليد تدمرت التكتك مالته، هو هم انجرح. الله شاهد حتى مشى ما مشوا عليه. احنا بعد قلنا هذا ما زال تاثر وهذا طيحناه ما حس. احنا بخدمتكم، هاي براءة الذمة. انت من قلت هاي براءة الذمة، براءة ذمة. واحنا ندخل على الله وين واحد يدخل على المخطط الله وين ويخاف كذا. من ابو محمد خالي، ابو محمد خالي، هذا الشخص احنا قلنا على المخطط وما إليش. نعم. وعلى المخطط، بس هذا عنده نسوان اثنين وعنده يمكن 7 اطفال. عرفت ولا لا؟ يعني انت بعد انت وبختك قدر بعد. ايش تعطيهم هي عصابه الماشية عليه. للنسوان، كل وحده عصابت هي. عرفت لولا تسوي كل وحده عصابه. حفوظ يمك انت شلون؟ لا مو يمي، انا يمي اقول ماكو، مو اسمع لي الديوان، الماشي ترى- انا اقول على المخطط وماكو، بس هي افضل شنو؟ ماكو عصابه اجونا حولوا اهل العبوده عندهم إيه. ماشي. اي صار 5 ملايين و6 يطون. كفيلك العباس حطوا 10 ملايين عبوده، وبوقتها احنا الديه عندنا 37 مليون. حطوا 10 ملايين وقلنا لهم عم هذول جهاله ايش تحطوا لهم؟ حطوا لهم ببختكم حتى تطلعون من بختها واحنا نطلع من بختها. حطوا 10 ملايين، بعد خالك وعمك والاهل الكوت صارت 6 ملايين دينار واحنا بديرتنا. وانا احكي لك الله شاهد ورسوله، هاي الديه يمكن الرابعه راح تطيح عندنا. الرابعه، هاي الديه الرابعه نمشي بيها على السنين او المرجعيه. احنا على قولة هناك يقول طاق مطقوق. تسمعني؟ احنا اليوم نمشي على بخت هاي الديره. فواحد يخلي الله بعيونه حتى يخلي ذمته ويرتاح. احنا نرتاح وانتم ترتاحون وعائلته مرتاحه واهله واخوته مرتاحين. ابو محمد خالد، انا اقول يعني قراءة فاتحة او عصابة نسوان اثنين، كل واحد عصابة 3 ملايين 6. هو احنا هذا حتى براءة الذمة. بس انا هذا مو ثابت، هذا دخلنا مو حاجة سينا بس هو هذا واحد يضرب وتنحسب فيه علي سهم. تقولوا لي باكر قعدنا. بس شويه من رخصتك ابو يرحم والديك، انا اسولف على اهل الرفاعي. اهل الرفاعي العتول قاعدين، الساده قاعدين، البطويل قاعدين، الصباحات قاعدين، يسمعوني المريان قاعدين. مو تحسبونها انه سنينه وسنيت سنينه انه 6 ملايين. انا اقول البطويل جايين يقرون فاتحه، وقراءة الفاتحة بعد هم بكيفهم. عرفت لولا بكيفهم يقرون الفاتحة بألف بدينار بمليون. لا تحسبونها علي وتقولون امس انت قعدت ويا بني عقبة. عرفت لولا وصار هالحديث وسويت 6 ملايين. لا، انا اقول على المخطط. على المخطط بالنسبة البطويل جايين يقرون فاتحة، لان انا هم يدحمي العقبي اخوي، العقبي ابن وياي بالمدينه، باكر هم يقول لي باكر مو لولا. فاحنا ما نسوي سنينه، احنا على المخطط. بعد هو كرم البطويل، انا اقول كرم البطويل هي عشيره حتى مجتمع على 5 كرم البطويل يخلي ذمته ويخلي العشيره ويصفي نيتها. هم الله سبحانه وتعالى يكون راضي على الطرفين. شيخنا هي مو ودي، هو هذا إيه. الرجال لانه انا الشيخ البطويل علوان الخيال اللي هو عم جاسم. هو النعم منه. عرفت لولا خابرني قال يمي مش الله يمي. قلت له يمي، الموضوع كله يمي، موضوع بن عقبه يمي. قراءة فاتحة رايحين، اخذنا مهله يلمون ساده وياويل، وبالفعل هسه جايبين 5 ساده و6 ساده. عرفت لولا يقرون فاتحه. هسه احنا شو نقول كرم خوالي، كرم البطويل، هذا عنده اطفال، عنده ايتام ظلوا، عنده نساء 2. هذا اللي اقوله. نعم تفضل. اللهم صل على محمد وعلى احنا هاي الامور تصير هي مو ما تصير. واحنا المخطط يعني مو سبيل يعني احنا نقطع فرد نوم، احنا علينا شنو الرحمه بيناتنا. اول احنا نحكي بهذا الكلام
نريد نحفظ المدينه. المدينه بنحكي عليها، انت تخلص من مسؤوليه المدينه ادري بكان، وما تقول هذا سنه وبختي وظل بعد انت قاعد ذاك اليوم ما يبني عقبه وفصلت بني عقبه خارج المخطط. احنا صارت عندنا هاي، كان عندنا ولد هم دعان وتوفى، هم من خوالي وابن عم هذا الزلمه قاعد وصف من توفى. المخطط عليه 100%. هم عدد دراجات سبحان الله، هم دراجه وش اسمه هاي ثانيه، لا مو تكتك، هاي الستوته ضربوا بالستوته كتلوا مكان. صار المخطط على خالي 100%. من اجت الناس هم سيد دعمه قراءة فاتحة هي 6 ملايين مثل ما تفضلت انت. ليش؟ نقول حفاظ كرامة الميت وللعائلة. احنا نريد نتعاون. الله سبحانه وتعالى شي يقول تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الإثم والعدوان. احنا نريدها متعاونة هاي بالمدينة، تسعى بها المدينة تعاون. لا متعاونة كمدينة ابو الشبير ولا هون ابو حمزة. لا احنا احنا بالنسبه على المخطط نظامنا وقانوننا الماشيين به على المخطط. عمان بن عقبه عدت لك عن الحرامي. انا قاعد ببيته جيت عليه حرامي. زين هذا من يجيني جاني شو يسوي؟ يقتلني. زين انا مديت يدي وقتلته. انا اقول لك ايش معمول به هنا؟ ايش معمول به؟ انا اقول لك بالنسبه للفرات الاوسط نعم حرامي ما له كشف. هذا حال المخطط يعتبر بالروح. دخل حاكيك ما له كل شيء. عرفت لو لا انت لو قايم وياه يقتلك، يجوز عنده سلاح مو يقتلك فوق حلال يقتلك. بس احنا هنا بعد عندنا ظاله شويه. الحرامي ما عليه زعل، بس انفصله دية اللي هي 15 مليون. مو قاعده رسميه. لا مو قاعده رسميه، مو قاعده رسميه. إيه؟ 15 20 مو قاعده رسميه. بس الفرات بالنسبه للفرات يقول لك لا ما له كل شيء. الحرامي ما له اي شيء. هو جاي يبوقني ولو اوعى بيه واقوم وياه يجوز يقتلني مو، فما له كل شيء. بس احنا ظاله هاي انه عنده اطفال. هذا هو ليش راح يبوق؟ من جوعه مثلا، من العوز مو، فاللي هي دي نعطيه 15. بس بالنسبه نظام الحوادث لا احنا على المخطط. انا هسه ابو شبير قلت له مو بيناتكم، لا احنا على المخطط. اي المخطط. اي هم بعد هم جاي يقرون فاتحه، اللي يقرا فاتحه نوبات يجيب له ذبيحتين، واحد قرايه فاتحه نوبات يجيب له ذبيحه، نوبات يجيب له شيء تمن مو ولا. هسه قلبه طويل كرماء يعني ايه. وسولفنا الحاله مال الشخص، وعندنا نساء 2 وعندنا اطفال. شيخنا هم اثنينهم بذمتنا، هم الداعم ايه اثنينهم بذمتنا. هسه الداعم طلع سالم ومحمد داعم هسه الحمد لله والشكر. وهي احنا نمشي على سنين ثابته. هاي سنين ثابته، هو قدره هذا سبحان الله تعالى. بس احنا على المخطط. ايه؟ لان هاي تعتبر سنين. اذا مثلا باسر هم واحد انت سنين الشيخ اذا جاي بالعماره عندنا هناك تعتبر سنين عندنا بالعماره يعني ناخذ جوز 20 30 اي والله بس مو هيك يعني ايه ناخذ فصل كامل. اي نعم يعني ما تتناصف عندكم لا لا يعني لا ما يصير يعني هيك يعتبر هذه اول ما نطيح احنا قدام. لا ما يخالف، بس اكو فصل عنده عائلتين وعنده اطفال ما يصير. واحد يخلي الرحمه مثلا يريد الرحمه ويريد تساوي. اقل من زي ما اقبل دينار. ذاك اليوم مفصل مال الحرام 20 مليون حرام جاي يدوس البيت. جدي يمكن ما فاصل بجدي بمسيرة العشائرية. أنا يشهد الله ورسوله ويدرون عمامي حاضرين ويشهدون علي. فصول مستمرة عندي. أنا شوية نسولف، عندنا ما عندنا شيء نسولف لإخوتنا. يوم من الأيام صار فصل وقاعدين بيه، حولوا عندنا السواعد اللي هم ثلث بالسواعد بيت عبد السيد، بيت عبطان الله يحفظهم، الشيخ عبد بن خريبط العبطان، رئيس عبد السيد عام. هاي قبيلة كبيرة بالعراق وهذا ثلاث بيها. حولت عندنا هاي العشيرة على أثر حادث دهس، بس مو موت،
كسر برجل. جيت لبنه شيخ العزيز ويسمعون اخوتي، جيت لبنه قلت له هذا شنو مصرفك؟ انصفتن علي صار المصرف 27 مليون دينار عراقي. سنة 2000 يمكن و13 مو بضياء؟ اي نعم 2013. هسه انا بعدني 2013 فرق بال 13 سنة عن عمري هذا، عمري يمكن انا 31 او جود 31. والله بال 29 30 هيك بالعمر عمري. فقعدنا كان ابن عمي موجود وياي ابو ضياء وعمامنا كلها قاعده وشيابنا قاعده ومن ضمنها بيها ماتت راحت شياب كبار علوان وحيد الله يرحمه وهاي ماتت واحده. عمامي قاعده. فجبت الولد قلت له عمي هذا ما معقول هذا الصرف كله. انا هسه احنا رجل احنا عندنا المصاريف تاكل مو مثلكم هنا شو ما يذيب ياكل. فجبته يمنى يسرى طلع رجله كثر البراغي. هسه هذا بلاتين هو ضعيف مبين البراغي قال هاي البراغي. انا ما قنعت بالموضوع. ابن عمي بصفه قلت له ابو ضياء انت قانع شيخ بهذا الموضوع؟ قال لي هذا مخاسير ببخته. صارت القعده المهم جيب ما تجيب ابن عمنا هو ذاك هم ابن عمنا منا علي سويناهن 22 مليون. يقول ما بيك سويناهن 20. جابوا الرايه حطوها قدامي شيخ. حطوا الرايه هسه انا بيني ما بين الله خفت من الرايه. ليش؟ مبلغ كبير وانا شاب وشيابنا موصي علي وعندي شياب يعني من غير حمايل. كانت الي اعتبرها مدرسه. شلون هسه انتم اخوتنا الله يحفظكم ويبارك بكم ويبارك لكم مدرسه وسولف وياكم. اي ظليت خايف قلت انا هاي رايه ومن شدن انا قبلت وقنعت بفصلها وانا بداخلي ما قانع. مو داخلي ما قانع. تعال شيخ ابو ضياء اخوي شد الرايه. شدها اخوي ابو ضياء شيخ وام ابن عمي واخوي الكبير شد الرايه. المهم ورا اول تجديد هم اعطونا تقريبا 3 بالقاعده و2 فرشه صارن 5 بقى 15. اول تجديد اجوا علي اجى واحد من اخوتهم قال شيخ ترى الفصل هواي وانا لو قاعد ما اخليها تصير رايه. اخو الشيخ قلت له شلون مثل قوه؟ قال لا والله اصرخ بالديوان ماكو هيك صرف. قلت له والله انت من تحاكينا انا هم بنفسي ما قانع ماكو هيك صرف. قلت له هذا حتى لو يشد له رجل هم هواي 27 مليون. خليته ورحت على اليمن ورا فتره قلت له سدد والله كريم سهل انا وياك. رحت على اهل الولد بن عمنا قلت لهم يابا هسه اعتبروها ابن كم ما طقت الدراجه بالرون يمشي وانقلب وخسرتوا عيل 20 مليون او 27 مليون. تخسرون عيل وتخلونها مقطوعه على رجله. قالوا انا اخسر عيل. قلت لهم عمر دنياكم طيحوا لنا بعد 7 ملايين من ال20 وسووها 12 طيحوهن. هسه احنا اليوم اخوتنا البطويل مو الله يحفظهم ويبارك بيهم خلي يعتبرون ابنهم يمشي بالشارع وطق له بتيل وتكسر وعمليات وربط ومصاريف يعبر ال10 وال15 مليون. هسه اليوم الحمد لله والشكر يا شيخ ابنهم سالم طلعوا سلامات واحنا فقدنا لنا عزيز وان شاء الله هاي عائله دمرت. مرخصتك ايه انت لو المخطط يعني اقدر اقول لك طيح لي اقول لك ابو محمد بس سؤال واحد شوي. احنا جايين يقول هسه اليوم انا استلمتي سايده. احنا بالنسبه جايين كم قرايات فاتحه يطلع منه غير تقبلونا لو لا؟ هاي ما قايلين ما قال شيء لا يقول هاي احنا بيناتنا قاعدين هم طالبوا البر بالانسانيه. هم الناس ما طالبين ولا قايلين. احنا جينا قرايات فاتحه نقرا بالف. احنا هسه عندنا واحد ابو محمد عنده خالي بالك يا بالك خطوره العقبي ما طالب فلوس. تقرا فاتحه بالف بمليون ب500 ما طالب. بس احنا هاي بيناتنا قاعد شو نقول هذا الشخص ابننا وهذا الشخص عنده ايتام ظلوا وهذا الشخص عنده نسوان 2 وهذا الشخص راح رحمه الله. هذا الشخص هسه هواي امور. الله الشيخ هسه يقول طيحونا ولا شيخ يوم مو حولتوا عندنا برمضان مو هذا الفات اللي قبله تتذكر مو كان فصلنا 5 ملايين واستحقاق ودكات طيحناه. ليش طيحناه؟ خلنا خدمه دكات. اليوم هاي خط احمر. ليش نقول لك احنا حتى واحد يخلي ذمته هاي ايتام انت نفسيتك ترتاح. انت من تروح شيخ انت تروح مرتاح. انت حتى المنقولين انا اروح مرتاح
انا اروح مرتاح، انت كل احنا الحاضرين نروح مرتاحين ونقول الهي حتى كلها ترضى علي انا اهل الولد وانتم. حتى الميز يرتاح الله يسلمك ويحفظك. حتى الميز 5 اليمين. اي 5 ملايين. يقول هذا اللي يبنى حلوين بعد ما بيهم يحطون عليها مليون. ودينا كل واحدة 3 مليون حتى تصير كل مرة 3. ناسفوها ويانا مليون يحطون لنا شيخ. هو يرجع احنا واقفين بالحادث، ناس ودية مالته قد الماشي عندهم، ناسفوها بالنص.